ويسعدنا مشاهدينا الكرام من خلال متابعة هذه الحملة في حي ثالث في مدينة الإسماعيلية أن يكون معنا قائد هذه الحملة السيد اللواء جمعة توفيق. سيادة اللواء أهلا بسيادتك معنا يا فندم. أهلا بك يا أسامة. سيادة اللواء الحملة النهاردة في نطاق حي ثالث، بتعملوا إيه يا فندم النهاردة؟ والله إحنا هننفذ النهاردة كده يعني إن شاء الله بإذن الله 30 قرار. 30 قرار؟ حوالي 30 قرار تقريبا إن شاء الله بإذن الله على قد الوقت يعني. تمام. إحنا عندنا قرارات إدارية وقرارات السيد المحافظ وأحكام قضائية. تمام. إحنا بنزيل كل ما هو تعدي على أرض الدولة. تمام. من كافيتريات ومن مقاهي ومن أكشاك، واحنا الحمد لله زي ما حضرتك شايف ان احنا بننفذ القانون، ولازم نرجع هبه للدوله لوضعها الطبيعي، لان كان في فوضى في افتراش الارصفه وفي بناء الاكشاك بدون ترخيص وفي فتح مجالات للتعدي على املاك الدوله كتير في وسط العمارات، وبتسبب بقى مشاكل ما بين الناس وبعضيها، وبتسبب شكاوى برضه مع بعض الناس يعني. والحمد لله زي ما حضرتك شايف احنا بننفذ النهارده وبنطبق القانون رسمي بلا تعدي على اي مواطن، لا بنتعدى على مواطن، احنا بننفذ القانون بشكله الحرفي وبنزيل التعديات، كل التعديات اللي موجوده في حي ثالث ان شاء الله. تمام. سيادة اللواء يمكن ده مطلب جماهيري لكل اهالي اسماعيليه، ويمكن لكل ابناء الشعب المصري ان الشرطه تعود مره اخرى بايجابيه وفعاليه في الشارع المصري. عادت بالفعل وعادت منذ فتره، ان شاء الله باذن الله احنا هنطبق القانون بشكله الحرفي بدون اي تعدي على اي حريه شخصيه لحد، هنزيل التعديات اللي هي مخالفه للقانون فقط لا غير. سيادة اللواء الاماكن اللي مقرر انكم هتعدوا عليها النهارده لازاله التعديات بها فين في محافظه الاسماعيليه؟ هي واخده المنطقه اللي هي خلف قصر الثقافه ومنطقه الشيخ زايد ورفع الاكشاك المخالفه، وفي اكتر من اللي هي الاعلانات بدون ترخيص، وبعض المباني اللي لبعض اصحاب الشقق السكنيه اقاموا بجوارها حجرات في وسط الجناين، والغاء الجناين من قدام العمارات لاستغلالها في اللي هي الاراضي اللي تعدى عليها بعض المواطنين وصوروها كلها تعديات على ارض الدوله. تمام. سيادة اللواء بنشكر سيادتك يا فندم، ونتمنى لكم دايما مزيد من التوفيق ومزيد من التقدم ومزيد من التواجد في الشارع الاسماعيلي ان شاء الله. شكرا يا سيادة اللواء. شكرا يا فندم. وكما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام حملة الإزالة في حي ثالث في مدينة الإسماعيلية بقيادة السيد اللواء جمعة توفيق والسيد المهندس محمد حفني الصافي رئيس حي ثالث في مدينة الإسماعيلية. ويسعدنا مشاهدينا الكرام ان تكون معنا السيده المهندسه سعديه مدير الاداره الهندسيه في حي ثالث في مدينه الاسماعيليه. اهلا بيكي معانا يا باشمهندسه. باشمهندسه، حمله الازاله النهارده في نطاق الحي، الاماكن اللي انتوا هتروحوها فين؟ احنا واخدين شارع التمديك صبري البلده كله ماشي، وهنطلع الشارع اللي فوز ما بين المتطور 500 وحده والعثمانصون، في شويه اشغالات كانت المفترض كلها يعني في حاجات بدون ترخيص، في ناس وسعت، فبنشيل طبعا مع مساعد مدير الامن اللواء جمعه وقيادات الامن، وطبعا بقياده المهندس محمد الصافي رئيس حي ثالث. تمام. باشمهندسه، شفنا هذا المنظر في غالبيه جمهوريه مصر العربيه، مش على قد هذا المكان بس ولكن في مصر كلها الدنيا بقت سايبه، وهو ده الكلام اللي بيقوله المواطن، وبناء على كده بيستحل املاك الدوله. النهارده اللي انتوا بتعملوه ده والمردود بتاعه المنتظر ايه؟ انا طبعا مش عايزه اقول لحضرتك ان كم الاجراءات اللي احنا واخدينها موجوده في الحي يعني لا تتخيل، بس طبعا الظروف اللي كانت فيها البلد الفتره اللي فاتت، احنا بقالنا 4 سنين او 5 سنين يعني الوضع، عارف الوضع الامني حضرتك كده يعني، فطبعا احنا دلوقتي بقياده بمساعده القيادات الامنيه طبعا دلوقتي هنبتدي نطلع حملات منظمه نشيل فيها كل الاشغالات اللي موجوده في الشارع الاسماعيلي. يعني ان شاء الله يا باشمهندسه هنلاقي حي ثالث بدون الاكشاك العشوائيه وشغل النواصي وشغل الاماكن العامه زي ما احنا شايفين بالصوره اللي احنا شايفينها دي كلها. بنحاول طبعا، لان انت عارف طبعا الوضع بقى عامل ازاي، فاحنا بنحاول
بنحاول ان احنا نشيل على قد ما نقدر الحاجات اللي هي مخالفه والحاجات اللي فيها اشغال. وانت شايف حضرتك يمكن الشغل في نطاق حي ثالث ابتدى يظهر ان في اكتر من شغل المحاور وكل طبعا بكاد المحافظ طبعا. واجمل حاجه يا باشمهندسه التجميل والتطوير في الحي والالتزام بالمباني وتراخيص المباني، يمكن كل ده بدانا نشوفه موجود دلوقتي في الحي. الحمد لله والله حضرتك، يمكن احنا بنحاول على قد ما نقدر بنشدد في الاجراءات على اساس ان الناس ما تخالفش. يمكن انت شفت في حالات كتير بتكسر مباني من نفسها. تمام. مشاهدينا الكرام، ويسعدنا من خلال هذه المتابعه ان يكون معنا السيد العميد السيد الزواهري مأمور اسم ثالث في محافظه الاسماعيليه. سياده العميد اهلا بسيادتك معانا يا فندم، كل سنه وسيادتك طيب. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. بدايه يا فندم بنهني حضراتكم على العوده بقوه الى الشارع المصري مره اخرى، ودور ايجابي لرجال الشرطه بدانا نشوفه مره ثانيه من خلال عوده الانضباط الى الشارع المصري وازاله التعديات على الاملاك الخاصه بالدوله. ان شاء الله راجعين بقوه باذن الله، وبنزيل كافه المخالفات اللي هي كانت في الفتره الماضيه اللي بعض الناس الغير مسؤوله اقامتها. والحمد لله متعاونين جدا معانا الاهالي، بقيه الاهالي المواطنين الشرفاء من شعب مصر واقفين معانا تماما حتى يمكن ازاله كافه المخالفات ان شاء الله، وتكون الحاله مرضيه وطيبه لجميع المواطنين باذن الله. سياده العميد، تواجد رجل الشرطه في الشارع مطلب جماهيري بيطلبه كل اهالي مصر لاعاده الانضباط مره اخرى. يعني النهارده بعد المكان ده ما هيتزال، المكان هيرجع نظيف تاني زي ما كان بفضل جهد رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه وابناء مصر المخلصين في كل مكان. طبعا بالتعاون مع القوات المسلحه ان شاء الله. الفتره اللي كان عدت ديت كان في بعض المخالفات اللي اقامها بعض الناس الغير مسؤول زي ما بقول لحضرتك، وجاري العمل على انهائها تماما وترجع المنطقه او دايره الاسم عندي ان شاء الله كما كانت واحسن من الاول باذن الله. متعاونين معانا الاهالي تماما، وزي ما انت حضرتك شايف الكل بيتعاون وبيشجع ان احنا نزيل كافه المخالفات الصادره بالتعاون مع رئاسه حي ثالث والساده المسؤولين في المحافظه، وجميع القرارات الاداريه اللي صادره بازاله تلك المخالفات على قدم وساق مع بعض، وان شاء الله هنزيلها. والتواجد الامني مستمر سواء الخدمات السريه او النظاميه في دايره الاسم، جهد بيؤدى تماما من قبل رجال الامن على مدار ال 24 ساعه، وان شاء الله هنكون عند حسن ظن الجماهير باذن الله. سياده العميد، لو اتكلمنا على المناطق اللي انتوا هتعدوا تزيلوا المخالفات فيها، فين في حي ثالث؟ هو ان شاء الله احنا حاليا في منطقه الخمسه بجوار البنزينه ازلنا بعض الكافيتريات المخالفه، وفي طريقنا برضو ناحيه مسجد الدعاء بعض المخالفات ومقننه تماما وعاملين لها ترتيب معين، وان شاء الله مش هنسيب حاجه على مدار الايام اللي جايه نكمل كافه المخالفات اللي صادره بازاله تلك الاكشاك. سياده العميد سيد الزواهري مأمور قسم ثالث في محافظه الاسماعيليه، بنتمنى لسيادتك كل التوفيق ولكل رجال الشرطه مزيد من التقدم ومزيد من التواجد في الشارع لخدمه المواطن المصري. شاكرين جدا يا فندم. الف شكر يا فندم، وشكرا على الرساله الاعلاميه بتاعت حضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، ويسعدنا من خلال هذه المتابعه لحمله الازاله في نطاق حي ثالث في مدينه الاسماعيليه ان يكون معنا السيد المهندس محمد حفني الصافي رئيس حي ثالث في مدينه الاسماعيليه. اهلا بحضرتك معانا يا باشمهندس، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا دكتور، حضرتك طيب يا فندم. باشمهندس، بنهني حضرتك على اعاده الانضباط الى حي ثالث في مدينه الاسماعيليه مره اخرى. ربنا يخليك يا فندم، ودي حمله لاعاده هيبه الدوله والانضباط وازاله جميع التعديات والاشغالات اللي تمت خلال الثلاث سنين، وفي تنسيق برضه تبع تعليمات السيد الوزير اللواء المحافظ مع السيد مدير الامن مع اللواء جمعه مساعد مدير الامن ان حملات اسبوعيه ان شاء الله في نطاق الثلاث احياء كل اسبوع لازاله جميع التعديات والمخالفات اللي اتعملت في الثلاث سنين اللي فاتوا. تمام. باشمهندس، يمكن بعض الملاحظات الناس بتقولها ان هم مبسوطين بهذا الانضباط، ولكن بيتمنوا ان يتم تطبيق هذا الانضباط دائما. يعني اذا كان على معارض العربيات اللي واخده الرصيف ومستغله الرصيف، اذا كان على الاكشاك العشوائيه اللي بتتعمل في اي مكان متداري، يعني مش لازم تبقى في الشوارع الرئيسيه او في الاماكن الرئيسيه الملموسه والمحسوسه فقط. افكر حضرتك وافكر اهل الاسماعيليه واهل حي ان دي سادت حمله على التوالي، وكان قبل كده الحمله اللي قبلها كانت نزلت على معرض السيارات
والحملات اللي قبلها نزلت على تعديات المباني، وحملات النهارده على الكشاف وبرضه مباني. فاحنا ما بنسيبش حد، كل القرارات اللي عندنا هتطبق والقانون هيطبق على الكبير قبل الصغير. تمام. باشمهندس محمد، احنا شايفين ان الكشك اللي ورانا التكلفه بتاعته عاليه جدا، يعني ثلاجات ويفط وحاجات معموله. التفضيه بتاعت الحاجات دي وازاي يرفعها صاحبها تاني من مكانها؟ بندي فرصه للراجل قبل ما بازيل التند، قبل ما بازيل الكشك، ان هو يطلع حاجته بره، وما بناخدهاش برده عشان ما نخسروش كتير، وبنشيل المكان بس. الكشك او التند او الثلاجات برده بنسيبها له، ما بناخدهاش. تمام، يعني هو المفروض يشيلها بعد كده. البعد الاجتماعي بنراعي ان احنا برده ما نخسرش الناس بالحاجه اللي هم جايبينها في الكشك، بنسيبها له وهو يشيلها براحته بعد الحمله. تمام. باشمهندس، مقرر استمرار الحملات دي في الحي على كل المخالفين، سواء تجار فاكهه او منافذ لبيع الخضار اتعملت عشوائيه او لبيع اللحوم او ما الى غير ذلك، استغلالا للامور اللي احنا فيها؟ اللي في الحي كلها بلا استثناء اسبوعيا ان شاء الله باتفاق مع سيد مدير الامن ومساعد مدير الامن في حمله كل اسبوع في حي ثالث اسبوعيا لازاله المخالفات دي كلها. باشمهندس محمد حفني الصافي، رئيس حي ثالث في مدينه الاسماعيليه، التجميل في الحي والتطوير في الحي والشغل الجميل اللي احنا شايفينه في كافه الاماكن داخل حي ثالث في مدينه الاسماعيليه، والانتهاء من الميادين المختلفه اللي تم فتح العمل فيها، والوصله الخاصه بالطريق الدائري من منطقه ارض الجمعيات. يعني هو الحمد لله ان الناس حاسه بالشغل والبصمات اللي موجوده في الحي، ويمكن احنا سياده المحافظ جاب لنا السنه دي 11 مليون جنيه، ودي ميزانيه الحي في حوالي 10 سنين لعمل خمس محاور وتجميل الميدانين، والحمد لله شغالين. ويمكن في خلال الشهر 6 ده ان شاء الله ننتهي من كل الاعمال اللي موجوده بتتم في الحي. وفي 3 شوارع رصف ورئيسيه برضو خلصوا، وان شاء الله في خلال الشهر ده المحاور كلها هتخلص باذن الله. ان شاء الله. باشمهندس محمد، بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله في اعاده الانضباط مره اخرى الى نطاق حي ثالث في مدينه الاسماعيليه، واستمرار التجميل والتطوير والتحديث في كافه الاماكن داخل الحي ان شاء الله. اشكرك. شاكرين جدا يا باشمهندس. شكرا. شكرا.